العنصرية مصطلح بقينا بنسمعه كتير الفترة اللي فاتت، ويمكن من زمان جدا كمان. بس السؤال، ايه هي العنصرية؟ العنصرية في المقام الأول هي اعتقاد من مجموعة معينة إنها أرفع شأنا من مجموعة تانية أو أحسن منهم بمعنى أصح. زي مثلا اعتقاد إن البيض أحسن من السود، سكان أوروبا أحسن من سكان الشرق الأوسط، وأي حاجة زيها في العالم كله عامة. في موقع اسمه انسايدر مانك، الموقع ده جمع ما بين تجربتين. التجربة الأولى كانت عاملاها صحيفة واشنطن بوست، وكان فيها سؤال بيقول: هل انت تقبل ان جارك يكون من عرق غير عرقك؟ والتجربة التانية كان سؤال مباشر اكتر: هل انت عمرك في حياتك شفت موقف عنصري قدامك؟ فلو جينا نبص على ترتيب الخمسة الاوائل، فلو بدأنا من الخامس مثلا هنلاقي ان في الخامس مصر. يعني انت لو جيت تبص في مصر عندنا هتلاقي ان التنمر فعلا منتشر بشكل كبير. يعني مثلا سكان بحري بيتنمروا على سكان قبلي، سكان قبلي بيتنمروا على سكان بحري، سكان المحافظات بيتنمروا على سكان المراكز، سكان المراكز بيتنمروا على سكان الأرياف. هتسألني انت دلوقتي ايه دخل التنمر بالعنصرية؟ العنصرية هي التنمر. يعني مثلا للأسف لو انت مصري زي حالاتي غالبا معاك في مدرستك شخص اسمر البشرة، فغالبا الشخص ده طلع له اسماء من هنا للصبح. فهنا لو شخص بيتنمر عليه فهو بيتنمر عشان لونه، فالتنمر عشان اللون هو العنصرية بحد ذاته. المشكلة هنا ان غالبا الشخص اللي بيتنمر ده بيبقى واخد الموضوع على سبيل المزاح او الهزار مثلا، مع انك ما تعرفش الشخص اللي انت بتتنمر عليه او بتاذيه ده بيتاذى قد ايه من التنمر بتاعك ده. وفوق كل ده اصلا التنمر ما هو الا جهل. مش مصدقني؟ هثبت لك. بص يا غالي، مع انك في الطبيعي المفروض انك مش محتاج حد يثبت لك ان التنمر جهل، بس انا هثبت لك دلوقتي. سيدنا موسى عليه السلام اول ما جه لقومه وقال لهم: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ردوا عليه قالوا له ايه؟ قالوا اتتخذنا هزوا. فلما هو رد عليهم قال لهم: قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فان استنتجنا حاجه من الحوار ده ان التنمر جهل، وجهل كبير جدا، لان مفيش جهل اكبر من الجهل اللي الرسول يستعيذ بربنا عشان ما يكونش الجهل ده فيه. ففي النهايه حاول ما تخليش كلامك جارح وما تاذيش حد بكلامك، لان انت مش عارف الكلام اللي انت بتقوله ده بيأثر في الشخص ده قد ايه. وافتكر دايما ان مفيش فرق بين مؤمن ومؤمن الا بالتقوى والعمل الصالح. وبس كده، في امان الله. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله